لفت انتباهي فيديو غريب لشخص بيتكلم، واضح انه حتى فيديو قديم شوية، بيتكلم عن كتاب تم اصداره سنة 1997. فاستفزني الفيديو بصراحة، رحت فعلا جبت الكتاب وقريته، ولقيت الموضوع يستاهل ان احنا نتكلم فيه. والكتاب بيمسنا احنا بشكل شخصي كبير جدا، سواء حضرتك كنت موجود في المكان اللي جنبي او اخر مكان في الدنيا. والكتاب ده فيه 5 جمل تحديدا هم اللي انا بنيت عليهم الحلقة دي، لانهم فعلا مستفزين جدا. الحلقة دي محتواها دقيق وعميق شوية، لان انا هكلمك فيها عن وضعنا الحالي والجدول اليومي اللي احنا عايشين عليه، وهنفكر مع بعض بشكل عميق ودقيق في بعض افكار اتكتبت سنة 97 وبتتحقق دلوقتي سنة 25، وفي شوية لسه هيتحققوا قدام. وده مش كتاب تنبؤات ولا توقعات. خليك معايا دقيقة قبل ما ندخل على التفاصيل. في أسئلة عميقة جدا الكتاب بيحاول يسألها لك. امتى العالم اتغير؟ لما انت اتغيرت ولا التكنولوجيا اللي حواليك هي اللي اتغيرت؟ كتاب اتكتب من اكتر من 25 سنة بيقول ان التغيير مش هيجي بالدبابة ولا بالسلاح، لكن هيجي بعلم البيانات. مش محتاج ان هو يملكك او يسيطر عليك، هو بس محتاج انه يعرف انت بتحب تختار ايه علشان يساعدك في اختياره بشكل تاني. الكتاب بيقول ان مفيش حد بيجبرنا على حاجة، واحنا اللي بنقدر نختار وبنفكر كويس، واحنا المسؤولين عن اختياراتنا. لكن الحقيقة اللي بيسردها الكتاب ان في سيناريو احنا ماشيين عليه بالسنتيمتر وما بيتغيرش نهائيا.